وخيانة النهاردة خلت مواطن مصري ضابط من ضباط الجيش المصري كتب البوست ده، قال لك: هذا الزي الذي احتفظت به 29 عام منذ تركت الخدمة بالقوات المسلحة المصرية كرمز للعزة والفخر، ولكن بعد التفريط في الأرض بهذا الشكل المهين لم يعد لهذا الزي مكان في دولابي، وما أصعب ذلك على النفس القهر. حسبي الله ونعم الوكيل. وزي ما التاريخ سجل لحظة الخيانة القذرة والمقززة في نكسة 14 يونيو، هذا الرجل الشريف من جيش مصر الشريف سجل اللقطة فيديو. أشرف من ناس كتير، والله العظيم أشرف من ناس كتير، أشرف من ناس كتيرة جدا 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 جدا. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ ده خاين؟ ده خاين ولا اللي باع الأرض هم الخونة؟ ده خاين ومش مقدر قيمة جيشه وقواته المسلحة وبيادته، ولا اللي فرطوا في الأرض والعرض هم الخونة؟ اقفوا قدام المراية وشوفوا مين الخاين، ده ولا اللي باع؟ ده ولا اللي خان؟ ده ولا اللي فرط في عرضه؟ ده اللي حرق البدلة من غير ما يقول أي كلمة، ما كانش محتاج يقول أي كلمة. كل لحظة الحرق البدلة اللي المفروض إن كل مصري بيعتز بيها أيام اعتزاز، أيام اعتزاز تغني عن عشرات القصائد والكلمات.